منذ منتصف القرن الثامن الميلادي حكمت الخلافة العباسية العالم الإسلامي، واتسعت الدولة لتمتد من وسط آسيا في الشرق إلى شمال إفريقيا في الغرب. لكن لاحقاً وبسبب اتساع الدولة العباسية بدأ الولاة في الانفراد بحكم الأقاليم، وبدأت تتأسس دول مستقلة خاضعة اسمياً فقط للخليفة العباسي، خصوصاً في الأقاليم البعيدة عن العاصمة بغداد. وفي تلك الفترة ظهرت الدعوة الفاطمية التي كانت تتبنى المذهب الشيعي الإسماعيلي على خلاف مذهب الدولة العباسية السني. استغل الفاطميون ضعف وانقسام الدولة العباسية، وبدأوا بالترويج للمذهب الشيعي الإسماعيلي ولإمامة عبيد الله المهدي، والذي كان يروج له على أنه المهدي المنتظر. وبحسب المصادر الفاطمية فإن عبيد الله المهدي يرجع بنسبه إلى السيدة فاطمة الزهراء بنت النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ومن هنا جاء اسم الدولة الفاطمية، وأحيانا تسمى بالدولة العبيدية نسبة إلى عبيد الله المهدي. اعتمد الفاطميون على الدعاة الذين كانوا يروجون لهم في الأقاليم الإسلامية، والذين كان يتم اختيارهم بعناية شديدة. وكان أكثر الدعاة نجاحا هو الملقب بأبو عبد الله الشيعي، والذي تمكن بمساعدة قبيلة كتامة الأمازيغية من تأسيس دولة قوية في بلاد المغرب. وتمكنت تلك الدولة من القضاء على دولة الأغالبة ودخول عاصمتها القيروان. راسل أبو عبد الله الشيعي إمامه عبيد الله المهدي وأخبره بالقدوم لبلاد المغرب ليتم تنصيبه كإمام للدولة التي نجح في تأسيسها في بلاد المغرب، ويتم إعلان قيام الخلافة الشيعية الجديدة. وفعلا خرج الإمام عبيد الله المهدي من مدينة السلمية في بلاد الشام واتجه لبلاد المغرب، لكن في الطريق تم القبض عليه وتم اعتقاله في مدينة سجلماسة. لذلك جهز أبو عبد الله الشيعي جيش ضخم واتجه به للمدينة لفك أسر الإمام عبيد الله المهدي، وفعلا نجح في ذلك واستولى على المدينة. ومع أوائل القرن العاشر الميلادي تم إعلان قيام الخلافة الفاطمية التي اتخذت من المذهب الشيعي الإسماعيلي مذهب رسمي للدولة، وأصبحت مدينة المهدية في تونس الحالية هي عاصمة الدولة الفاطمية. وأصبح عبيد الله المهدي هو أول خليفة فاطمي، وبذلك تأسست دولة الخلافة الفاطمية التي أصبحت دولة خلافة منافسة ومعادية لدولة الخلافة العباسية. وهنا انقسم العالم الإسلامي بين دولتين خلافة. دخلت الدولة الفاطمية في نزاع طويل مع دولة الأدارسة في المغرب الأقصى، ونجح الفاطميون في هزيمة الأدارسة وسيطروا على بلاد المغرب الأقصى. وبسرعة كبيرة أصبح الفاطميون يسيطرون على معظم بلاد المغرب. مات عبيد الله المهدي سنة 934 وخلفه ابنه القائم بأمر الله. وفي عهده قامت ثورة كبيرة للخوارج كانت بقيادة شخص يسمى أبو زيد، سببت الكثير من المشاكل والقلق في الدولة الفاطمية. وفي سنة 945 مات القائم بأمر الله وخلفه ابنه المنصور الذي أسس مدينة المنصورية واتخذها عاصمة جديدة للدولة. ومن أهم أعمال المنصور هو القضاء على ثورة أبو زيد وإعادة الاستقرار للدولة الفاطمية. وفي سنة 952 تولى الحكم واحد من أهم الخلفاء الفاطميين وهو المعز لدين الله. كانت الدولة الفاطمية في تلك الفترة تسيطر على بلاد المغرب، وبدأ الفاطميون يخططون لغزو مصر التي كان يحكمها في تلك الفترة الدولة الإخشيدية. وكانت الدولة الإخشيدية تتبع بالولاء للخلافة العباسية، لكن تلك التبعية كانت شكلية فقط، وكان الإخشيديون فعلياً مستقلين بحكم مصر. كان الفاطميون قد أرسلوا 3 حملات لغزو مصر، لكن فشلت جميعها حتى جاء عهد المعز لدين الله، ونجح الفاطميون في النهاية بقيادة جوهر الصقلي في السيطرة على مصر وإنهاء حكم الإخشيديين فيها.
كان من أوائل أعمال جوهر الصقلي في مصر هو أنه أمر ببناء مدينة جديدة لتكون عاصمة للدولة الفاطمية، وهي مدينة القاهرة، وأسس فيها الجامع الأزهر الذي كان يهدف في الأساس لنشر المذهب الشيعي. وأيضا شيد جوهر الصقلي في القاهرة قصر ضخم لكي يستقبل فيه المعز لدين الله. وبعد 4 سنوات من دخول جوهر الصقلي لمصر، أصبح كل شيء جاهزا لاستقبال المعز لدين الله في القاهرة عاصمة الدولة. وصل المعز لدين الله للقاهرة في شهر رمضان في سنة 973، ونقل مقر الخلافة الفاطمية إلى القاهرة، حتى أنه يقال أن المعز لدين الله نقل رفات أجداده معه إلى القاهرة، وبذلك ستصبح القاهرة هي عاصمة الخلافة الفاطمية حتى زوالها. بعد سيطرة الفاطميين على شمال إفريقيا ومصر، مدوا غزواتهم لبلاد الشام والحجاز، وسيطروا على مكة المكرمة وبيت المقدس. بلغت الدولة الفاطمية قمة مجدها في عهد الخليفة الفاطمي العزيز بالله نزار. استحدث العزيز بالله منصب الوزارة وجعله في البداية من الطائفة اليهودية والمسيحية. أعاد أيضا هيكلة الجيش، والذي كان يعتمد في الأساس على البربر، وأدخل فيه عناصر أخرى مثل الترك والأكراد والسودان. وبعد العزيز بالله تولى ابنه الحاكم بأمر الله، الذي يعتبر من أشهر الخلفاء الفاطميين بسبب كثرة قراراته الغريبة. من الروايات المحكية عن الحاكم بأمر الله أنه كان في البداية متدين إلى حد المغالاة، فأمر ببعض الأمور الغريبة مثل منع النساء من السير في الشوارع، ومنع زراعة العنب وبعض المأكولات، وقام باضطهاد المسيحيين واليهود. ثم تغيرت شخصيته بشكل كبير، فأصبح شديد الغرور إلى حد ادعاء الألوهية. اختفى الحاكم بأمر الله ومات في ظروف غامضة، وقيل أنهم لم يجدوا جثمانه أبدا، وخلفه ابنه الظاهر لإعزاز دين الله، لكنه كان صغير، لذلك كانت ست الملك الأخت الكبرى للحاكم بأمر الله هي الحاكم الفعلي للدولة الفاطمية. بعد ذلك تولى الحكم المستنصر بالله، وهو واحد من أهم الخلفاء الفاطميين. قام المستنصر بالله بتعيين الوزير بدر الجمالي، أحد أقوى الوزراء والشخصيات في الدولة الفاطمية. وفي عهد المستنصر بالله تمكن قائد موالي للفاطميين كان يسمى البساسيري من غزو بغداد عاصمة الخلافة العباسية، ونجح في الاستيلاء عليها والقبض على الخليفة العباسي، وجعل الدعاء على المنابر في بغداد للخليفة الفاطمي بدلاً من الخليفة العباسي. وكادت أن تسقط الدولة العباسية لولا استنجاد العباسيين بالسلاجقة، والسلاجقة كانوا سلاطين من الترك يحكمون في إيران ووسط آسيا وموالين للخليفة العباسي. نجح السلطان السلجوقي طغرلبك في نجدة الخلافة العباسية، وقضى على جيش البساسيري، وأنهى النفوذ الفاطمي في بغداد. كانت بداية عهد المستنصر بالله مزدهرة جدا، لكن في أواخر عهده حصلت اضطرابات كثيرة، وحصلت مجاعة شديدة في القاهرة بسبب انخفاض منسوب نهر النيل، وسميت تلك الفترة بالشدة المستنصرية. وبسبب الاضطرابات التي حصلت في الدولة، خسر الفاطميون كثير من أراضيهم، مثل بلاد الشام التي سيطر عليها السلاجقة، وبلاد المغرب التي سيطرت عليها الدولة الزيرية. لكن على الرغم من الاضطرابات التي أصابت الدولة في عهد المستنصر بالله، نجح الوزير بدر الجمالي في النهاية في ضبط أحوال الدولة إلى حد كبير، وقام بتجديد مدينة القاهرة. وبموت المستنصر بالله يبدأ العصر الفاطمي الثاني، وهو عصر سيطرة الوزراء على مقاليد الدولة الفاطمية. كان من المفترض أن يتولى الحكم نزار المصطفى ابن المستنصر بالله، لكن بسبب سلطة الوزير الملك الأفضل عين أخوه المستعلي بالله بدلاً منه، وذلك الحدث كان السبب في حدوث خلاف كبير وشقاق في المذهب الشيعي الإسماعيلي بين المؤيدين لإمامة نزار المصطفى
وهم الذين عرفوا فيما بعد باسم النزاريين، وبين المؤيدين لإمامة المستعلي بالله. وظهر مذهب شيعي جديد يسمى بالمذهب النزاري، وأصبح النزاريين منذ ذلك الوقت معادين للدولة الفاطمية. وكان أشهر من تبنوا هذا المذهب هم طائفة الحشاشين في إيران. في فترة حكم المستعلي بالله وصلت الحملة الصليبية الأولى التي نجحت في انتزاع بيت المقدس من يد الفاطميين. نجح الصليبيون بشكل غير متوقع في دخول القدس وتأسيس 4 إمارات صليبية على سواحل بلاد الشام، وكان السبب في ذلك هو انقسام العالم الإسلامي وحدوث كثير من الصراعات بين الفاطميين والسلاجقة للهيمنة على بلاد الشام. في تلك الفترة أصبحت سلطة الخليفة الفاطمي أو الإمام ضعيفة، وأصبحت كل السلطة في يد الوزراء الذين سيطروا بشكل تام على مقاليد الحكم. ووصل التنافس بين الوزراء إلى حد اشتعال الحروب المسلحة بينهم للحصول على منصب الوزارة. وخلال عهد الظافر بدين الله نشب الصراع الشهير بين شاور وضرغام للسيطرة على منصب الوزارة. وفي تلك الفترة أصاب الدولة الفاطمية الضعف بسبب الصراعات بين الوزراء، وكان يوجد تنافس بين الدولة الذنكية في بلاد الشام ومملكة بيت المقدس الصليبية للسيطرة على مصر. طلب شاور المساعدة والعون من السلطان نور الدين ذنكي حاكم الدولة الذنكية في بلاد الشام، في حين استنجد ضرغام بالملك الصليبي عموري ملك مملكة بيت المقدس الصليبية. ومن هنا بدأ السباق والتنافس بين الزنكيين والصليبيين للسيطرة على مصر. أرسل نور الدين زنكي 3 حملات للسيطرة على مصر بقيادة أسد الدين شيريكوه ومعه ابن أخيه صلاح الدين الأيوبي. وفي النهاية نجح أسد الدين شيريكوه ومن بعده صلاح الدين الأيوبي في الوصول لمنصب الوزارة في الدولة الفاطمية. في تلك الفترة كان الخليفة الفاطمي هو العاضد لدين الله، وكان بعيد عن أمور الحكم بسبب مرضه وكبر سنه، وكل السلطة أصبحت في يد صلاح الدين الأيوبي. في تلك الفترة حاول ملك بيت المقدس الصليبي عموري غزو مصر، وأرسل حملة عسكرية نجحت في الاستيلاء على مدينة دمياط، لكن نجح صلاح الدين في هزيمة الصليبيين وصد غزواتهم. وفي تلك الفترة كان الخليفة الفاطمي العاضد لدين الله مريض وعلى وشك الموت، فقرر صلاح الدين قطع تبعية مصر للخلافة الفاطمية وإعادة تبعيتها للخلافة العباسية. وفي سنة 1171 قطع صلاح الدين الخطبة والدعاء على المنابر باسم الخليفة الفاطمي وأقامها للخليفة العباسي، وبذلك تم إعلان زوال الخلافة الفاطمية. وبعد أيام قليلة مات الخليفة العاضد لدين الله ليصبح آخر الخلفاء الفاطميين، وتم خفض الرايات الخضراء شعار الفاطميين وإعلاء الرايات السوداء شعار العباسيين، وبذلك سقطت الدولة الفاطمية بعدما دامت ل2.5 قرن من الزمان وحكمها حوالي 14 خليفة.